حاكم مصر المجنون. التاريخ مليان قصص وحكايات، إنما حكاية النهاردة مختلفة تماما. الحاكم بأمر الله. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في الحلقة اللي فاتت حكيت لك عن المذهب الدرزي، وحكيت لك كمان عن الدروز وعلاقتهم بالحاكم بأمر الله، وقلت لك إنه غريب جدا. بس النهاردة هثبت لك بحكاية عن أغرب حاكم حكم مصر. الحاكم بأمر الله هو حاكم من حكام الدولة الفاطمية اللي كانت موجودة في مصر، وكان مذهبها شيعي، ومصر كانت قبل دخول الفاطميين دولة سنية. الحاكم بأمر الله استلم حكم مصر وهو عنده 11 سنة بس، يعني مسك حكم دولة كبيرة زي مصر وهو في العمر ده، وكان مسؤول عنه وإنه يكون مساعد ليه وزيره برجوان، لأنه كان طفل صغير، واللي أول شخص هيتخلص منه الحاكم بأمر الله هو برجوان. بعد ما تم 15 سنة شكل فرقة سرية علشان تغتال برجوان اللي كانت نفوذه بدأت توسع وتكبر جامد، والحاكم بأمر الله كان شايف ان ده تهديد على مكانته، وفعلا اغتاله. ودي أول الحاجات اللي هتخليك مستغرب جدا. الراجل ده الأغرب بقى اللي هتعرفه حالا. الراجل ده منع في مصر أكل الملوخية والجرجير، واعتبر إنهم منشطات جنسية. الملوخية يا ريس؟ أمال إيه؟ ده أمر الشعب يشتغل الليل كله وينام النهار كله، واللي هيخالف الأوامر هيشوف العذاب أشكال وألوان. وكان بينزل السوق بهدوم بسيطة جدا وراكب حمار، ويمشي ما بين الناس في الشوارع، والتاجر اللي يقفشه بيغش بيؤمر العبد اللي معاه يخلص عليه فورا. الراجل ده كان عنده هوس غريب جدا للقتل، يعني الإعدام والسجن وكل العقوبات دي ما كانتش بتيجي معاه أبدا، بيقتل على طول. لدرجة إن في ديوان بالكامل اتعمل علشان يراجع أموال الوزراء اللي كان بيقتلهم الحاكم بأمر الله، والديوان ده كانت مهنته إنه يقول وفلوس القتيل ده حلال فتروح للورثة ولا حرام فتتصدر للدولة. ومن ضمن الحكايات الغريبة انه لما طلب من الناس انهم يشتغلوا بالليل، طبيعي جدا ان الحياة تتقلب وتكون الستات برضو بتخرج بالليل، ما هو مفيش حياة سعادتك الصبح. وده امر ما حبوش الحاكم، وهو خروج الستات من البيت. طيب يا سيدي متشكرين، بس ايه اللي يضمن له ان هم فعلا مش هيخرجوا بالليل؟ قالك مفيش شباشب للستات. على فكرة ده بجد، الحاكم امر الناس اللي بتصنع الاحذية مفيش اي شباشب تتعمل للستات. ومش الستات بس اللي في عهده اتظلموا، كمان اليهود والمسيحيين، لانه كان في واحدة من اوامره ان كل مسيحي يلبس صليب كبير علشان يتعرف ويكون مميز ما بين الناس. ونفس الكلام على اليهود، اللي علشان يضيق عليهم اكتر عمل حي ليهم يعيشوا فيه، ويبقى النطاق بتاعهم الشارع ده، وده خلى كتير منهم يسيبوا مصر ويمشوا. ده غير انه كان بيهد الكنايس ويبني مكانها جوامع، وامر ان كنيسة القيامة تتهد ورجع بناها تاني. الغريب بقى ان في مصادر كتيرة جدا بتقول ان امه كانت مسيحية، رغم انه كان شيعي ما كانش بيحاول يضيق الامر على اهل السنة. وده كان في البداية لحد ما منع صلاة التراويح، لا وكمان امر الدعاة انهم يشتموا في الصحابة، ابو بكر وعمر بن الخطاب وغيرهم. ده غير انه كان في يفط بتتعلق على المساجد فيها شتيمة الصحابة، وكل ده بأمره. وكمان عشان يضمن انه ما يكونش فيه تصنيع خمور منع زراعة العنب. ماشي مفيش مشكلة. المشكلة بقى انه امر ان كل محصول العنب يترمي في النهر علشان يضمن انه مفيش خمور هتتصنع تاني. الحاكم سنة 400 هجريا اصدر قرار مفيش زكاة. الله، هو ده مش ركن اساسي في الاسلام ولا ايه؟ ما تستغربش، ده ضيقها على الحجاج كمان، لان في فترة حكمه الحج ما كانش حاجة موجودة قوي. ده منع صلاة التراويح والضحى. بقولك طب كل ده برضو وانا لسه ما حكيتلكش ايه علاقته بالدروز. الحاكم بأمر الله كان مصدق في نفسه قوي بعد كل العمايل السوداء اللي كان بيعملها، لحد ما جم 3 من مؤسسين المذهب الدرزي اقنعوه انه فعلا انه روح ربنا في الراجل ده، وبدأوا ينشروا الدعوة دي داخل المساجد في مصر. بس المصريين ما عجبهمش الكفر ده، وقاموا قتلوا واحد منهم، والاتنين التانيين هربهم. وكان عايز يعاقب المصريين عشان عملتهم دي عقاب جماعي، فأمر العبيد بتوعه ينزلوا القاهرة يحرقوها وينهبوها. وحرفيا القاهرة كانت ولعة 3 أيام كاملين، وكل يوم يطلع على الجبل ويلاقيها ولعة ويستغرب اللي بيحصل. يا راجل، وفي اليوم الرابع يجتمع الناس في المساجد ويتوسطوا أكابر الناس علشان يعفوا عنهم، وفعلا يعفوا عنهم. وكمان اعتذر للمصريين ويقول أنا بريء من اللي العبيد عملوه. يا راجل، الراجل ده كان بيتعمد طول فترة حكمه إنه يعمل إرهاب للناس، وفعلا نجح في ده
جدا جدا، لدرجة ان حتى قرايبه ما كانوش بيفلتوا من العقاب بتاعه. قطع ايد ابن عمه بسبب هزار، وقتل وولع في كل اصحابه. انت متخيل؟ وبسبب افكار مؤسسين المذهب الدرزي كان بيتعامل على انه اله بجد، ومستني ان الناس تعامله من هذا الاساس، لحد ما في يوم من الايام خرج ومرجعش. واغلب التوقعات بتقول انه اتقتل بعلم اخته ست الملك. بس زي ما قلت لك المذهب الدرزي معتبر انه مختفي وهيظهر في اخر الزمان. قولي في الكومنتات سمعت عن حاكم اجن من كده؟ ولو كنت على الفيسبوك ما تنساش تشاركني رايك وتتاكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتاكد انك عامل اشتراك في القناه. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.